الحمد لله المتفضل بالإكرام والمتفرد بالإنعام، خلق الإنسان أعزه وكرمه، ثم الصلاة والسلام على النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياك الله شيخنا وأهلا وسهلا بك. أهلا مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله شيخنا. بداية شيخنا، استكمالا للسلسلة التي بدأناها في الأسبوع الماضي عن أعمال القلوب، في الحلقة هذه بإذن الله نتكلم عن أهم عمل من أعمال القلوب وهو الصبر. ومن المعروف أن الصبر من العبادات العظيمة التي أمر الله بها في كتابه، حيث قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وكما قيل أيضا بالقول المنسوب إلى أحد الصحابة أنه قال: الصبر أو الصبر بمنزلة الرأس من الإنسان، فإذا قطع الرأس بار الجسد. وكما قيل أيضا شيخنا في الشعر: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. بداية شيخنا، ما هو الصبر وما هو تعريف الصبر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلت فإن الصبر من عظائم ما أمر الله تبارك وتعالى به، فأمره عظيم وشأنه كبير. ولو أردنا أن نجعل الدين كله لقلنا بأنه ينقسم إلى قسمين: الصبر والشكر، إما صابرا وإما شكورا، إما شاكرا وإما كفورا. يعني مقابل الشكر هو يعني الصبر والشكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أمر المؤمن كله خير، قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهنا طبعا إشارة إلى أن الصبر يرتبط بالضراء، وهذا معنى من المعاني. الصبر ارتباطه بالضراء معنى من المعاني. وحقيقة موضوع أهمية الموضوعات غالبا تبرز لك من خلال تركيز القرآن على الموضوع المعين. فأي موضوع، وفي كل حلقاتنا دائما كنا نشير إلى المفردة نفسها وحجم ما وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلها وزنها ولها دلالتها ولها أهميتها من خلال اهتمام مثلا القرآن بهذا الموضوع. فنلاحظ بأن القرآن الكريم اهتم اهتماما كبيرا بالصبر، أمرا به وحثا عليه ودعوة إليه وبيانا لثمراته وبيانا لأنواعه ومراتبه وبيانا للمقامات التي ستترتب على أصحابه وعلى من يقوم بالصبر، ثم المآل الأخروي لأصحاب الصبر. فالقرآن الكريم حقيقة تناول هذا الموضوع فيما يزيد عن 100 آية، يمكن 103 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وردت فيها هذه المفردة. وعلى كل هذا مفهوم واسع، ولذلك أحصى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله هذا الموضوع في كتابه عدة الصابرين. عدة الصابرين تناول فيه معظم الآيات التي يعني وردت في هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع كما يقال حكم على الشيء فرعا عن تصوره، ما هو الصبر؟ يعني لما نقول والله الصبر أو الأمر بالصبر، ماذا نعني بذلك؟
أول في حياتنا العادية نحن نعرف المادة المرة اللي نسميها نحن الصبر، لمرارتها والذوق الصعب الذي في الحياة العامة. الحياة العامة يقول لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نعم. والصبر هنا من المواد الطبيعية العادية، لكنه مر جدا، لا يستطيع الإنسان أن يحتمله بشكل، مو أي شخص يقدر يتحمل. نعم. فهنالك على كل ارتباط بين الصبر هذه المادة المرة وبين هذا الأمر المعنوي الذي نتكلم عنه، هذا الأمر الشرعي اللي هو موضوع الصبر. في اللغة العربية وكذلك في الاستخدام وفي الاستعمال القرآني وفي الجانب الاصطلاحي نلاحظ بأن هنالك مشترك بين المعاني. التقارب أو النقطة الأساسية في المعنى اللغوي والاصطلاحي والقرآني هو الحبس. فيقال حبس الدابة مثلا، أو حبسه أهله مثلا. أيوه. فموضوع الصبر فيه دلالة الحبس، من معانيه الحبس، أو المعنى الأساسي له. يعني في القرآن الكريم مثلا أكثر من 90% من الآيات التي ذكرنا يعني تكلمنا عنها وورودها كلها تكاد تدور حول هذا المعنى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. طيب، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا يحبسها واصبر عليهم، خليك معهم، كن معهم. لكن المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي لموضوع الصبر، ودرج كذلك أهل السلوك بشكل عام في تعريفهم للصبر، هو حبس النفس على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء. يعني ثلاث القواعد أو الثلاث الأمور. أيوه، حبسها على الطاعات أي أنك تلازم الصبر أو تلازم الطاعات وتجاهد النفس وتحبسها على الطاعة، كأنما النفس لا مجال لها أن تخرج من مساحة الطاعات، فهي دائما محبوسة على طاعة الله، فتعتبر صابرة، فهي صابرة على الطاعة. كذلك في المنهيات والمحرمات، إذا قلنا صبر على الطاعات فسنقول صبر عن المعاصي، صبر عن كل ما نهى الله عنه. فهنا فعل يقوم به الإنسان يتطلب صبرا، وهنا امتناع يقوم به الإنسان أيضا ويتطلب صبرا. المسألة الثالثة هو أيضا الصبر الذي يكون على اللي هو موضوع الجزع، ويعني حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى وقت المصيبة. أيوه، يعني كيف يستطيع الإنسان أن تنزل به المصائب أيضا يحبس نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمعنى الأساسي حقيقة الذي تدور عليه المعاني القرآنية هو موضوع الحبس. في معنى آخر ورد في القرآن الكريم اللي هو معنى الجرأة، ما أصبرهم على النار، فهنا الجلد اللي موجود، ما أجرأهم يعني أتوعدهم بالجحيم والنار وكذا وهم يتهافتون، فهنا بمعنى الجرأة. لكن المعاني الأخرى كلها تقريبا حول موضوع الحبس، إما أنه حبس على طاعة أو حبس عن معصية أو الصبر على البلاء أو حبس النفس عن الجزع والشكوى. فعلى كل المعنى المركزي الذي تدور عليه أو يدور عليه معنى الصبر هو الحبس. نعم. بارك الله فيك شيخنا ننتقل إلى كيف ممكن نعرف أنواع الصبر، أو كيف أعرف أن هل يعني وارد تحت أنواع الصبر ولا لا؟ نعم. موضوع الأنواع يعني منهم من قسمها إلى قسمين. هنا الآن لا أتكلم عن المراتب أو المقامات، فرق كبير بينهم. نعم. لكن الأنواع لو افترضنا أنه والله كل أنواع الصبر، فإن الأحكام الواردة في الصبر تقسم إلى أن النوع الأول هو صبر بدني، والنوع الآخر هو صبر نفسي إنجاز التعبير أو معنوي. الصبر على الأبدان يعني مثلا شخص يكلف بأعمال شاقة فيصبر عليه بدنيا. صحيح. كل إنسان، أنت مثلا عندك عمل 8 ساعات يحتاج منك إلى صبر. هنالك عذاب يقع على الإنسان يحتاج إلى صبر واحتمال. هنالك فقد يقع على الإنسان. فعلى كلنا الصبر هو إما أنه يقع على بدن الإنسان وإما أنه يقع على نفس الإنسان. وفي كلا الحالتين سواء كان صبرا بدنيا أو كان صبرا نفسيا
يمكن أيضا أن نقسمهم بأنه اختياري واضطراري. الاختياري فعلا عندك يعني هو كسبي، الاختياري هو كسبي، بمعنى أنت عندك القدرة أن تفعل الشيء أو لا تفعل الشيء، فهذا كسبي. لكن في شيء آخر وهو الصبر على أمر لا بد أن تصبر عنه، هذا صبر اضطراري. مرض مثلا، لا أقول فقد محبوب، صحيح، واحد مثلا فارق محبوبه ومات ولا سبيل للعودة، ليس له علاج إلا إيه؟ لا يصبر، فهو صابر اضطرارا، صابر اضطرارا. لكن عندما نقول لشخص صلي، هذا يتطلب فعل، وهذا الفعل يتعلق بالبدن، مش كده؟ والبدن يحتاج إلى مجاهدة حتى تقوم بالفعل. فعلى كل الجانب الكسبي أو أحيانا امتناع، شخص مثلا مرض مثلا، يعني كيف الإنسان يستطيع مثلا والله لا يجزع، كيف يحمد الله، كيف يثني على الله وهو مبتلى، هذا جانب اختياري. ففي كلا الحالتين سواء كان هذا الأمر متعلق بالجانب النفسي أو كان متعلق بالجانب البدني، هذين النوعين كلاهما إما أنه فيه الجانب الاختياري وفيه الجانب كذلك غير الاختياري أو الاضطراري النفسي. نعم. بداية شيخنا في السؤال الثاني في أنواع الصبر، ذكرت في البداية أنه فرق ما بين المراتب والأنواع. نعم، حدثنا عن المراتب. نعم، بالنسبة لمراتب أو مقامات الصبر أو المراتب التي يمكن أن يدرج فيها كل عمل من أعمال الصبر هو 3 مراتب. الأول هو الصبر على الطاعات، وهذا أعلى أنواع المراتب كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وكذلك شيخه شيخ الإسلام، فإن الصبر على فعل المأمور أعظم من الصبر على ترك المنهي عنه. فالله عز وجل يحب منك أن تأتي أوامره أكثر مما يحب منك اجتناب نواهيه. هذه مسألة قاعدة مهمة جدا في موضوع الأوامر. فالله عز وجل يحب منك الصلاة ويحب منك الصيام ويحب منك الزكاة، هذه كلها أوامر، هذه من حيث افعل. فستلاحظ أن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الأوامر والنواهي ربط ما أمرتكم به فاجتنبوه وما نهيتكم عنه فأتوا منه ما استطعتم. الفعل دائما مرتبط بأنه والله تقدر أو لا تقدر، لأنه تستطيع أو لا، فيه جانب عملي، فيه مجاهد. أما الامتناع أخف، أن تمتنع عن شيء أخف من أنك تكلف تكلف بشيء. فعلى كل المرتبة الأولى أو المقام الأول هو الصبر على الطاعات، وهذا سبحان الله الناس فيه درجات، الذين يؤدون الصلوات والذين يؤدون الزكوات والذين يؤدون الصيام والذين يؤدون الجهاد في سبيل الله، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كل هؤلاء في درجة في مقام الصبر على أوامر الله أو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. المقام الثاني وهو دون ذلك، دون تلك الدرجة، وهي الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، الصبر عن معصية الله سبحانه. فالمعاصي كثيرة، وهي من حيث المقام دون مقام الصبر على الطاعات. فالممتنع عن الزنا، الممتنع عن السرقة، الممتنع عن شرب الخمور، أكل أموال اليتامى، الربا، هذه كلها لو تلاحظ هي منهيات تحتاج صبر. يعني مثلا لو تلاحظ معظم المنهيات مرتبطة بالشهوات، صحيح، مرتبطة بالشهوات، ومعظم الأوامر مرتبطة بالمكاره، مرتبطة بالمكاره. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والإنسان سبحان الله ما بين المكاره وما بين الشهوات، هذه تحتاج على كل إلى مجال. النقطة الثالثة، المقام الثالث، وهو دون الأمرين السابقين، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي. النوع الثالث هو الصبر على البلاء والمصائب التي تنزل على الإنسان. هذه طبعا ليس للإنسان فيها، يعني لا أحد يجلب لنفسه مصيبة تنزل علينا كأقدار، يعني تلك أوامر شرعيات، يعني أوامر شرعية الله عز وجل قال افعل ولا تفعل. بالنسبة للمصائب لا، هي أقدار كونية، أقدار كونية ينزل الله على عباده ما شاء من الأقدار. فهنا الصبر عن المكاره ليش جعلناه المرتبة الثالثة؟ لأنه ليس لك فيها إلا أنك والله مقابلها تصبر وتحتسب وكذا، ما في شيء آخر. فاضطراري، هو اضطراري. الأول كسبي والثاني
اضطراري. فهذه تقريبا المقامات الثلاث لموضوع الصبر. بارك الله فيك شيخنا، كيف ممكن الواحد يصبر على الصبر أو الأمور المعينة على الصبر؟ نعم، هو حقيقة كل الأعمال القلبية وأعمال الجوارح هنالك قضية مهمة جدا لا بد من أن نبدأ بها ونجعلها هي مركز كل حركتنا في دروسنا بالذات في أعمال القلوب وغيرها، وهو التعلق بالله واليقين به والثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والتوكل عليه. طبعا هذا لا يعدله شيء، يعني مهما حاول الإنسان أن يتصبر أو يظهر بالصبر، إذا لم تكن هنالك عناية من الله وتوفيق من الله وتثبيت من الله فلا تستطيع أن تصبر على لأواء الحياة ونكدها، لا تستطيع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مقولة لا حول ولا قوة إلا بالله. فأن تصبر وأن تحتسب وأن يكون لك هذا الصمود لا يمكن أن يكون إلا أن تستمطره من الله سبحانه وتعالى. فأول مدخل لموضوع أول معين هو الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ففي كل قضايانا لا بد أن نستعين بالله، لا بد أن نستعين بالله في أمورنا. ولذلك في سورة البقرة لما قال اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة. نحن نستعين بالصبر، لكن سبحان الله لن نستطيع أن نجعل من الصبر وسيلة استعانة إلا بذكر الله. صحيح، إلا بذكر الله سبحانه. فأول قضية في المعينات هو أن يكون الإنسان ذاكرا لربه سبحانه وتعالى، مستعينا به، عالما بأسمائه، عالما بصفاته، فيدرك أن كل صفة من صفات الله، كل اسم من أسماء الله فهو عامل، ليس هنالك اسم لله معطل، يعني لا تكاد أسماء الله كلها لو تأملتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحصاها دخل الجنة. إيش هذا الإحصاء؟ مش قصة إنه الله الرحمن الرحيم، لا، مش هكذا. إنه والله كل معنى من المعاني تقف عنده ويكون لك فيه تعبد، يكون لك فيه تعبد. فالله سبحانه وتعالى مو حفظ بس، ليست حفظا بطبيعة الحال. وكل أسمائه لما نقول عاملة، لما نقول الخالق سيكون مقابلها في خلق، لما نقول التواب سيكون مقابله في عصاة، في ذنوب وفي بشر. لما نقول الجبار معنى ذلك هنالك جبابرة فالله يطغى عليهم ويقمعهم. لما نقول مثلا الله الرحيم هنالك خلق يستحقون الرحمة والشفقة إلى غير ذلك. فالله سبحانه أسماؤه كلها عاملة. فعلى كل إذا أدرك الإنسان هذا المعنى فإنه سيكون فتح لنفسه بابا عظيما من أبواب الاستعانة بالله في أن يصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من يصبر يصبره الله، أو من يتصبر يصبره الله. والتصبر هذا هو إرادة الصبر، وهذه العامل الثاني، إنه هو يبغى يصبر، أنا أبغى أصبر. فهنا العزم والنية والتصور الداخلي والعزيمة الداخلية والاجتهاد الداخلي كل ده عمل قلبي. من يفعل كل ذلك يستطيع أن يصبر. الشخص الذي تغيب عنه هذه المعاني القلبية كلها لا يستطيع أن يصبر. فمع الاستعانة بالله لا بد أن يكون هنالك استحضار للنية في أني أنا أقوم بأمر تكليفي ومكلف، ما في كلام. يعني موضوع الصبر ليس أمرا سهلا، ثقيل جدا، أمر فيه ثقل، فيه مرارة، فيه اجتهاد. فهذا الجانب الثاني. النقطة الثالثة وهذه مهمة جدا، وهو موضوع معرفة حقيقة الدنيا. هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان وتمحيص. فإذا كان الإنسان تصور الدنيا بغير حقيقتها ضاع ولا يستطيع أن يصبر. لكن إذا أدرك بأن والله نحن في ساحة ابتلاء، ساحة اختبار، ساحة امتحان، من صبر فيها كان من الفائزين وكان من المفلحين وكان من الناجين. ومن جزع فيها ولم يصبر فيها وربما والعياذ بالله عدم الصبر يؤدي به إلى كوارث كبيرة جدا. بعض الناس عدم الصبر يؤدي به إلى أن يقتل مثلا، لأنه لا يستطيع مثلا أن يصبر على أمر رآه ربما هو لا يروق له. النقطة الرابعة والنقطة الموضوع الرابع في هذا الموضوع أيضا أن تدرك أن هذه الدنيا بحقيقتها التي ذكرناها كلها بشجرها وحجرها وحيوانها وملائكتها وإنسها وجنها كلها بيد الله، يعطي منها من يشاء ويمنع منها ما يشاء. فأنت ليس لك من الأمر شيء، أنت عبد لله،
يقلبك بين الشكر والكفر، يقلبك بين الابتلاء والامتحان، وما بين العطاء وما بين المنع. وللعطاء عبادات وللمنع عبادات. فللعطاء إذا كان الله أعطاك أو منحك يتطلب ذلك شكرا ويتطلب ذلك ثناء وحمدا وإلى غير ذلك. وإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى ذلك أيضا يتطلب صبرا ويتطلب أيضا حمدا لله على كل حال. فهذه المسائل لا بد أن تكون إن شاء الله حاضرة. أيضا أخيرا أو الخامس، وإن كان على عوامل كثيرة حقيقة التي يمكن الإنسان أن يستعين بها، لكن من الأعوامل المهمة جدا أيضا موضوع القضاء والقدر. ونحن نعتبر هذا، طبعا الشريعة الإسلامية يعتبر ذلك من أركان الإيمان الست، أن نؤمن بالله ونؤمن كذلك بقضائه وقدره. فالله سبحانه وتعالى قضى لنا أمورا وقدر لنا أمورا. هنالك مساحات الله سبحانه وتعالى منحها للإنسان وفق المشيئة الإلهية، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني أنت عندك مساحة الحركة، ولكن ستجد ذلك ضمن الإطار. وهنالك أقدار الله المكتوبة المحتومة التي تجري علينا. فكثير من الناس مثلا لم يختار لا أمه ولا أبيه، ولا ما اختار هو الأب، ولا اختار الأم، ولا اختار القبيلة، ولا اختار الوطن، ولا هذه كلها وجد فيها نفسه هكذا بقدر الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر لك أن تكون في موطن معين. بعض الناس طبعا لما تغيب عنهم هذه المعاني للأسف الشديد يقعون في متاهات كبيرة جدا، يقعون في متاهات كبيرة، وحتى يمكن أن يصلوا بأنه والله كأنما الله ظلمهم، كأنما الله ظلمهم، لأنه غابت عنهم كل القيم اللي ذكرناها من قضية حقيقة الدنيا وكونها ملك لله وهذه الأمور العظيمة اللي تخفف عن الإنسان المعينات هذه. فعلى كل موضوع المعينات كثيرة، وتحتاج من الإنسان أن يكون دائما لاجئا فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ومستحضرا فيها أيضا آثار الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى كيف صبروا. لأنه من المعينات أيضا أن تدرس سير الذين سبقوا، فتقف على تاريخهم وعلى بطولاتهم وعلى صبرهم وعلى جهادهم، وعلى هذا كله بيعين الإنسان. وخصوصا سبحان الله الأنبياء، ثم المجاهدون، ثم الصالحين من عباد الله، كل هؤلاء لا بد أن تقف عليهم وتنظر كيف أن هؤلاء رفع الله مقامهم، كيف أن الله رفع مقامهم بهذا بالصبر. كثير من الناس سبحان الله عز وجل رفعهم بالصبر وأثنى عليهم واعتبر أفعالهم وما يقومون به من الأفعال المقامات الكبيرة. نعم. بارك الله فيك شيخنا. وما أتوقع يعني أنه في إنسان خلق في الدنيا ولم يمر عليه مصيبة أو صائبة. نعم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. نجدد الترحيب بكم وبشيخنا الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياك الله مجددا شيخنا. أهلا وسهلا بك شيخنا. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل بداية عن تعريف الصبر ومراتب الصبر وأنواع الصبر. الآن لابد يعني أن ندخل إلى حكم الصبر. حدثنا عن ذلك شيخنا. نعم. أنا ذكرت يمكن بالنسبة لاهتمام القرآن الكريم بهذا الموضوع بشكل كبير جدا، حثا عليه وطلبا له وبيانا لثمراته وبيانا لآثاره وبيانا كذلك لما يترتب عليه في الدنيا والآخرة. وأمر بهذا الشكل بلا شك هو أمر عظيم ومقاماته كبيرة. وسبحان الله كثير من الناس عندما تقول له أصبر يعني ربما يجد في ذلك ثقل، لكن هذه إن شاء الله ممكن نأتيها. يعني هل الصبر هو نفسه يعني فعلا أمرا كسبيا أم هو أمرا وهبيا من الله سبحانه وتعالى. لكن خلينا نقول بالنسبة لموضوع الحكم ما نستطيع أن نعطي حكما واحدا للصبر، لأن الصبر فيه جانب كبير جدا هو عبارة الصبر على الطاعات، وفيه جانب آخر صبر عن شنو؟ عن الشهوات أو المعاصي، وفيه كذلك صبر على المصائب. ولذلك العلماء قالوا بأن الصبر يدور بحسب الأحكام التكليفية الخمسة. فهنالك صبر واجب، فمثلا كل صبر تصبره على الطاعات الواجبة فهو واجب، عشان نضبط القاعدة. كل صبر تقوم به في أمر واجب شرعا فهذا النوع من الصبر هو شنو؟ واجب. الصبر على الصلاة واجب، الصبر على الصيام واجب، الصبر على الجهاد يأخذ أحكام. يعني هذه من الأشياء التأصيلية يعني في الصبر. أيوه، لا حتى تكون الصورة واضحة. إيش يعني ما نوع الصبر الذي أقوم به؟ يعني أي صبر تقوم به يعني تحبس نفسك عليه وهو من الواجبات فهو إيه؟ فهو واجب. هذا صبر واجب. أي صبر تحبس نفسك فيه عن المحرمات فهو إيه؟ فهو واجب. يعني حبس النفس على الطاعات الواجبة واجب، وحبس النفس عن المحرمات إيه؟ واجب. لو جيت قلبت الصفحة حبس النفس بترك الطاعات الواجبة حرام. يعني شخص ما حابس نفسه عن الصلاة، حابس نفسه ليس للصلاة، لا يعني ما يصلي. موضوع مهم جدا، لاحظت؟ وحابس نفسه عن الصيام، لا يصوم، ما أبغى أصوم، ولا يريد أن يتصدق. فهنا تركه للمحرمات، تركه لأوامر الله حرام. شخص آخر صابر على المعاصي والعياذ بالله، صابر على الزنا، صابر على السرقة، صابر على الخمر، هذا حابس نفسه عليها، يسمى صابر عليها طبيعة الحال، لكن هذا من الصبر المحرم. هذا من الصبر إيه؟ المحرم. صبر المحرم، إنه والله أنت حابس نفسك على ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى. اخرج من هذه الحالة إلى حالة إيه؟ حالة أخرى، الطاعة. إذا وضحت عندك هذه المسألة، مسألة إنه والله كل ما أقوم به تجاه الواجبات من التزامها فهو صبر واجب، وكل تركته للمحرمات فهو ترك إيه؟ واجب. ترك واجب. ما بينهما عندك إيه؟ عندك المستحب والمكروه. كل صبر تقوم به في إطار المستحبات فهو صبر مستحب. هنا طبعا مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. طيب لاحظ، لو كان الصبر في هذا الموطن واجبا لقال ذلك، قال الله ذلك. لكن هنا الموطن موطن عدالة، موطن إنه والله الشخص عوقب يريد أن يعاقب، هذا عدل، والعدل واجب. لكن ما هو الأفضل من العدل؟ إيش؟ الصبر. الإحسان. هنا الصبر يتحول من واجب إلى مستحب،
ويكون إيه يأخذ حكم الإحسان لا حكم العدل، حكم العفو لا حكم إيه الاقتصاص. لاحظت؟ الله عز وجل قال لك والله إذا أردت أن تأخذ حقك فبها، ما في مشكلة، حقك في النهاية، حقك، هذا عدل. شخص أراد والله صفعك شخص صفعته، لكن شخص صفعك وأردت أن تعفو عنه، شخص ضربك وأساء إليك وأردت أن تقول والله لا، ابتغى ما عند الله، أنا أبتغي ما عند الله. هؤلاء إنما يوفى الصابرون إيه أجرهم بغير حساب. فهنا الصبر على المستحبات مستحب. وكذلك يقابل ذلك موضوع المكروهات أيضا، هنالك بعض الصبر المكروه، وهو يعني التزام الإنسان أو عدم خروج الإنسان من المكروهات، عدم خروج الإنسان وامتناعه عن المكروهات بطبيعة الحال، فهذا النوع من الصبر صبرا إيه مكروه دائما في أيوة. هنالك بعض أنواع الصبر هو الصبر المباح في مساحة المباحات، في الأمور العادية، في الأمور العادية هذه أيضا يعني. فالشاهد الصبر يدور مع الأحكام إيه؟ مع الأحكام الخمسة، الصبر يدور مع الأحكام الخمسة. لكن إجمالا لو أردنا أن نقول نعطيه حالة إيه؟ حالة واحدة، فستلاحظ بأنه والله كل ما يتعلق بالواجبات والمستحبات فهو مأمور به، فهو مأمور إيه؟ به. وكل ما تعلق بالمحرمات والمنهيات فهو إيه؟ منهي عنه، منهي عن هذا النوع من الصبر. لا يعني نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال مهم جدا، هل الصبر وهبي أم كسبي؟ نعم، هذه سبحان الله تواجهنا دائما عندما تقول للإنسان يا أخي اصبر، يقول لك أنا يا أخي ما أقدر، محل نزاع. سؤال صعب جدا. يقول لك أنا ما أقدر وأنا هذا طبعي هذا كذا. فخلينا أول شيء نحن نقول والله ما نريد أن نجادل هذا الإنسان في طبعه وخلقته وكذا، إنه والله يا أخي صح في جانب فيه يخلق به الإنسان، فالناس من حيث الخلق يتفاوتون، شخص يخلقه الله فيه مساحة من الصبر والتحمل والجلد والحلم والأناة وكذا، وشخص آخر لا، المساحة هذه عنده إيه؟ ضيقة بطبيعة الحال. وهذا سبحان الله ابتلاء من الله عز وجل، وبحد ذاته ابتلاء، في النهاية ستبنى عليها أحكام. لكن لو قلنا والله هو كسب يعني وهبي محض، بمعنى إنه والله يا الله أعطاك الصبر فجعلك صابرا صبورا، يا حرمك فجعلك إيه؟ عجولا متسرعا مثلا، لا معنى لهذه الآيات الكثيرة جدا التي تحثنا على إيه؟ على الصبر، لو لم يكن الصبر أمرا إيه؟ أمرا كسبيا. يعني من هنا من الآيات التي نراها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فإن عاقبتم فعاقبوا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وبشر الصابرين. هذه الآيات الأعداد الكبيرة جدا من آيات الله سبحانه. لو لم يكن للإنسان القدرة على التصبر والقدرة على التكيف مع هذه الأوامر الشرعية لما كان للأمر بها معنى. يعني لو كان أصلا والله الإنسان لا يستطيع أن يحسن من وضعه، لا يستطيع أن يطور من وضعه، لا يستطيع أن يغير من سلوكه، كما هو للأسف الشديد بعض المدارس الوضعية الآن التي تقول الأصل في الإنسان الشر، متبنية هذا الموضوع وترى أنه هذا الإنسان علينا أن نتعامل معه بأنه إيه؟ شرير. إخوان هذا الإنسان طيب إيش فوائد وزارة التربية والتعليم، وإيش فوائد المصحات النفسية، وإيش فوائد الإصلاحات في السجون وغيرها، وكل الشغل اللي أنت تقول إن كان الإنسان شرير، إنسان شرير. فالذين يتبنوا هذه النظرية للأسف الشديد يتبنونها حتى على المستوى السياسي وعلى مستوى الحروب وعلى مستوى، فيروا هذا الإنسان عبارة عن كائن مفترس لا مجال له إلا أن تضبطه بالقوانين وتضبطه بالأنظمة وتضبطه بالقوة. نحن هنا لا، الإسلام يقول لك ما كده. وهذا على عزة بيكوفيتش عليه رحمة الله يقول هذا الإنسان لا يمكن لقوة مهما بلغت في الأرض أن تكرهه على شيء لا يريده، مين ما كان، لا إلا بشيء واحد، يقول لك غير داخل الإنسان لتغير سلوكه. يعني أسهل شيء رغبه لتسيطر على الإنسان وتتحكم فيه هو أنك والله أصلح داخله، وهو يسميه الإصلاح الجواني. فهذا الإصلاح الجواني الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه قل هو من عند أنفسكم، هذه النفس البشرية التي قال الله سبحانه فألهمها فجورها وتقواها. الله عز وجل أخبرنا بأن هذه النفس قابلة للإصلاح،
قابلة للتطور، يعني يمكن أن ترتقي إلى مرتقى الملائكة المقربين، ويمكن أن تنحدر إلى أسفل السافلين، أسفل السافلين والعياذ بالله من يعني مردة الشياطين. يمكن أن تصل إلى أن تكون من شياطين الإنس، ويمكن أن تكون ما شاء الله من ملائكة المقربين جدا من الله سبحانه. فهذه المسألة على كل نحن نقول بأنه لا ننكر بأن هنالك هامش متاح فعلا في أصل الخلقة. بعض الناس آتاهم الله جلاد، آتاهم صبر، آتاهم قوة تحمل، وليس كل الناس في التحمل سواء بطبيعة خلقتهم. ولكن أيضا من الناس سبحان الله تراه في الأوضاع الطبيعية وهو ضعيف عادي، يمكن أن ينهار، لكن يمكن أن تغيره بعد فترة من الزمن وتجد سبحان الله يؤتيه الله سبحانه وتعالى نفسية مختلفة تماما. فمثلا ليس من استحضر عظمة الله وقدرة الله واستحضر معية رسول الله في الجنة وأدرك أن هنالك جنة والصابرون فيها لهم مقام عظيم، وشخص كل هذه الحسابات عنده ساقطة، ليسوا سواء. ولذلك تلاحظ بأن أهل الإيمان تقبلهم للمصائب ليس كأهل الدنيا الذين لا علاقة لهم بهذا الموضوع، فتجد هذا يتقبل الصدمة بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ ويدرك تماما إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصدمة هذا وقتها، يعني قمة الصبر. متى قمة الصبر؟ نقول هي في اللحظة التي تنزل عليك المصيبة، بالذات الصبر على المصائب، مش بعد ما الحدث ينتهي وتقول كل بكيت وانتهيت في الواقعة الأولى ولعنت وسخطت ولا خربت الدنيا وخربت الدنيا وبعد كده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصبر واحدة كانت تبكي على قبر، فحاول أن يصبرها، قالت إليك عني، إليك عني، أنت ما نزل بك ما نزل بي. فذهب عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قالوا لها هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت فعلت، فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتذرت. والله أنا ما قال لا، إنما الصبر عند الصدمة الصدمة الأولى. ما نهاها، أنا أردت أن تنالي أنت بأمري لك في تلك اللحظة أن تنالي الصبر، لكن أنت فات عليك هذا الموضوع. فعلى كل نحن نقول على الإنسان أن يحرص أن ينال هذا الكسب، وهو مقام للعلم. الصبر مقام وليس حال فقط. صحيح كل مقام يصحبه له حال، يعني كل صابر تتجلى له أحوال عظيمة جدا لا يعلمها إلا من صبر، لكن مقام. حتى في المقامات، في المقام الدنيوي في الصبر مقام أدنى اللي هو مقام حبس النفس عن الجزع، لكن المقام الأرقى منه هو الرضا. ذكرنا احنا قبل كده المقامات، أن ترضى عن المصيبة، أن ترضى عن المصيبة التي نزلت بك وكونها من الله. المقام الثالث في هذه الدرجات نفسها، في هنا الصبر أدناها، الرضا أوسطها، الشكر أعلى منها قليلا. أن الإنسان يرضى بما كتب الله سبحانه قليل وتعالى. جدا أن يكون إنسان قليل من عبادي الشكور. فعندما تحول سبحان الله مرارة الصبر إلى حلاوة الشكر، هذه قصة قصة عظيمة جدا وكبيرة جدا، طبعا عظيم جدا، لا يؤتيه سبحان الله إلا القليل، لا يؤتي إلا القليل. بارك الله فيك شيخنا، صراحة حديث شيق. شيخنا حدثنا عن الآفات المنافية للصبر. على كل سبحان الله، يعني كل مقام من مقامات العبودية فيه آفات كثيرة جدا، ولكن خلينا نحن باعتبار الحلقة دائما حلقتنا محدودة ولا نستطيع أن نتناول فيها كل التفاصيل. أكثر ما يفسد على الإنسان سبحان الله صبره هو التعجل. نحن دائما نقول الجانب الخلقي مؤثر، يعني نحن الآن نقول الله سبحانه يقول خلق الإنسان من عجل، عجول، الإنسان عجول بطبعه. فكثير من الناس سبحان الله يفسدوا صبرهم بالعجلة. يعني نموذج قبل كده نحن ضربناه ونتحدث عن الدعاء، يقول دعوت ربي فلم يستجب لي، أفسد دعاءه بالعجلة، وصبره على الدعاء واحتمال ذلك واحتسابه عند الله أفسده بالعجلة. يجاهد أحدهم فيطول به الطريق، فاستطالة الطريق تؤدي به واحد منه إما أنه ينحرف عن المسار الصحيح أو يرجع أو يتنازل عن القضية كلها. هذه إشكالية كبيرة. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الله فيأخذ سنة سنتين فيقول والله دعوت الناس والناس خلاص فسدوا ولم يستجب لي. يا أخي أنت مهمتك إيش؟ مهمتك البلاغ. أنت أنظر لنفسك، هل أديت البلاغ؟ هل قمت بما يجب؟ أنسى القضايا الأخرى. مسألة اهتدوا ما اهتدوا هذه أمره إلى الله. يأتي النبي وليس معه
وليس معه أحد. طبعا لا نقول نحن والله في النهاية أنت ما تهتم لنتائج فعلك، انظر إيش الأسباب لكن أحيانا ليس كل من دعا إلى الله بشكل صحيح يستجيب له. نبي الله أيوب كم سنة؟ نعم، لا قصدي هنا في الدعوة إلى الله من حيث أنك تريد أن تهدي الناس إلى يعني نوح عليه السلام دعا 950 سنة. 950 سنة. آمن معه مجموعة أقل من 100 شخص. يعني كل 100 سنة ربما كان بيآمنوا معه إيه؟ 2 أو 3. 2 أو 3. يأتي النبي أخبر قال يأتي النبي وليس معه إيه؟ أحد، لوحده. هو نبي بلغ رسالة الله، أدى ما عليه، لكن ما جاء بشيء. لوط عليه السلام الذين خرجوا معه من القرية قليل، حتى زوجته كانت من الهالكين، زوجة نوح كانت من الهالكين، كانت عجولة. الشاهد هنا أن الداعي إلى الله والمجاهد في سبيل الله والذي يقوم بالشعائر التعبدية عليه ألا يتعجل في النتائج والحصاد السريع. يعني نحن في النهاية التعامل هذا مع الله، أنت قم بما عليك والله سبحانه وتعالى يثيبك إن شاء الله ما دام أنا كرم. هذا الجانب الأول. هذه الآفة الأولى، آفة إيه؟ العجلة. آفة العجلة. هنالك آفة أخرى أيضا وهي آفة اليأس والقنوط. بعض الناس تجده قانطا، تجده يائسا، والله عز وجل لا يحب ذلك، لا يحب من ييأس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس والقنوط من أكثر ما يفسد أيضا إيه؟ عملية الصبر، ونحن أيضا هذا لا بد أن ننتبه إليه. النقطة الثالثة يفسد أيضا الصبر والعياذ بالله قلة وضعف الثقة بالله وضعف التوكل عليه. بعض الناس ما عنده ثقة بالله، ما عنده يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذه إشكالية كبيرة جدا يقع فيها كذلك كثير من الناس، وهي آفة من الآفات التي لا بد أن يلتفت إليها. كيف يعني حبل الوصال بينك وبين الله؟ أي لا بد أن تكون لك ثقة في الله. يعني ما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم برب العالمين؟ يعني هل تظن في الله سبحانه وتعالى أن الله يضيعك؟ هل تظن في الله سبحانه وتعالى أن الله ينصرك؟ ما هي القضية هذه؟ قضية لا بد أن تدرك بأن والله ثقتك في الله هي التي تكسبك الخير. النقطة أيضا يعني على كل أنا أقول أخليها هذه الثلاثة لو ركزنا فيها: مسألة ضعف الثقة والتوكل على الله، مسألة العجلة، مسألة اليأس والقنوط. هذه من الآفات على كلنا الكبيرة التي يقع فيها الإنسان فتفسد عليه صبره ولا يستطيع أن يصل إلى النهايات. بارك الله فيك شيخنا. تحدثنا كثيرا شيخنا عن الصبر وبأنواعه ومراتبه. ما هي ثمرات الصبر؟ يا الله، يعني موضوع أو سؤال مهم جدا. هو بلا شك يعني في النهاية كل هذا الحديث نحن نريد أن نصل فيه إلى الثمرات أو الزبدة. سبحان الله. يعني الصبر أوله كاسمه صبر، فيه مرارة، فيه معاناة، فيه مأساة، فيه إشكالات، فيه تحديات، فيه كل ما البدايات طبيعتها. لكن سبحان الله نهايات الصبر دائما مذاقها مختلف. يعني إذا كان والله اعتبرنا البدايات مرة، فإن النهايات دائما كشهد العسل، حلو مذاقها، طيب مذاقها. ولذلك يكفي أن أعظم ثمرة للصبر أن الله يبشر الصابرين. وبشر الصابرين. هذه البشرى سبحان الله لك أن تعطيها كل بعد من أنواع البشرى: بشرى بالخير، بشرى بالرفعة، بشرى بالمكانة، بشرى بالنصر، بشرى بالجنة، بشرى أمين. وبشر الصابرين. هذه البشرى مرمية عليك إذا صبرت، فالله عز وجل يعطيك من الخير في إطار هذه البشرى. أيضا من الأشياء المهمة جدا أن الصبر مرتبط كذلك برحمة الله، وترتبط به الهداية، ويرتبط به الفلاح. يعني الذين صبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. فالفلاح مرتبط بالصبر، والنجاة من الخسران مرتبطة بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالفلاح مرتبط بالصبر، والنجاة من الخسران مرتبطة بالصبر. هذه لا بد أن ننتبه إليها.
أيضا من الأشياء المهمة جدا عند الله سبحانه وتعالى عندما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك الذين عليهم صلوات من ربهم. طبعا هنا صلوات من ربهم، سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليك من الرحمات وفضله سبحانه وتعالى ما شاء. عليهم صلوات من ربهم بكرمه، نعم بكرمه وفضله سبحانه وتعالى، فتنال من رحمة الله ومن فضل الله ومن النعيم الذي يكرم الله به عباده. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال وأولئك هم المهتدون. إذن الهداية أيضا مرتبطة بإيه؟ بالصبر. الهداية مرتبطة بالصبر، فالذي لا يصبر لا يهتدي. أيضا من المقامات العظيمة والثمرات العظيمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إنما بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الإمامة في الدين ليس مقاما سهلا. جملة جميلة هذه، عيدها نعم. شيخنا. قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة السجدة، في سورة السجدة: بما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كانوا فاليقين والصبر هم الذي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما إيش؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسبحان الله، شوف الصبر واليقين. اليقين فيه الجانب الاعتقادي، فيه الجانب العلمي، فيه الجانب التصوري، فيه كل ما يتعلق بالعقائد الصحيحة التي تثمر إيه؟ تثمر عملا إيجابيا. فالأعمال تنتج ثمرة الصبر، واليقين ثمرة التصورات. لاحظ، فأنت على مستوى التصورات وصلت بك حالات التصور العقائدي إلى اليقين، سواء كان يقينا علميا أو يقينا عينيا أو يقين الحق، أنت تتدرج في مقامات اليقين، أو كان والله موضوع الصبر بأنواعه التي ذكرناها، فأنت تنال الإمامة في الدين. وهنا ليس مقاما يمكن أن نقول بأن فلان صار زعيم أو فلان صار شيخ، لا، ليست كذلك. صعب جدا. هي الإمامة في الدين أن يجعلك الله سبحانه وتعالى محل اقتداء، يلتفت الناس إليك في أخلاقك، في سلوكك، يلتفت الناس إليك في تضحياتك، يلتفت الناس إليك في أنك صرت لهم مرجع. فهذه المسألة لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا بالصبر، لا ينالها الإنسان إلا بالصبر. أيضا هنالك على كل المقام الذي يتعلق بالجنة ويتعلق كذلك بدخول جنة الله سبحانه وتعالى ومحبة الله، لأن الله عز وجل يحب الصابرين كما يحب المحسنين، يحب كذلك يحب الصابرين. فأن تنال محبة الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. على كل ستلاحظ بأن لو أردنا الآن الحلقة كلها من بدايتها فقط خصصت لثمرات موضوع الصبر، ستلاحظ بأن الآيات في هذا الاتجاه يمكن يبلغ بنا أكثر من 20 أو 25 ثمرة من الثمرات من خلال تتبعنا لآيات الله وأحاديث النبي. أيضا من الأشياء التي يرتبط بالصبر، وهذه مسألة مهمة جدا، ارتباط النصر بالصبر. فالمتعجلون لا يستطيعون أن ينالوا مرادهم، لأنهم يعني النصر داير صبر وداير مجالدة، وكما يقال النصر صبر صبر ساعة. فأنت لا تستطيع أن تصبر، إذن لا تستطيع أن تنتصر، ويتفوق عليك الطرف الآخر بالصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات النصر في سورة الأنفال وغيرها تلاحظ بأنه يجعل من قضية الصبر عامل من عوامل النصر، عامل من عوامل النصر. يعني مثلا إن يكن منكم 20 صابرون، إن يكن منكم 100 صابرة. لاحظ وصف الصبر وصف مهم جدا في انك انت تحقق نعم تحقق الانتصار، النتيجة، تحقق الانتصار. ايضا من الاشياء المهمه جدا ان الصابر يبنى له، خاصه الصابر في المصائب اذا ابتلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ابتليت عبدي، حديث قدسي، اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر ابدلته الجنه. حبيبتيه اللي هي العينين، ابتلي بعينيه له الجنه. اذا انت سبحان الله الصبر ثمرته الجنة. ثم أيضا الحديث الثاني، الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وقد قبضوا روح ولد عبده، فقال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون: نعم. قالوا: فماذا قال؟ قالوا: والله صبر وحمد الله. قال: ابن له بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد.
الصبر فقط. الصبر فقط. لاحظ أنت هذه طبعا في موقف أيضا صعب، يعني شخص يبتلى في ابنه، يبتلى في ولده، وينقل هذا إلى الآخرة، يعني يموت. فهذه ليست من الأمور السهلة حقيقة. فعلى كل موضوع الصبر ثمراته واسعة وكثيرة، ويكفي أن نقول بأن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فموضوع الصبر ما نقدر نقول الله ميزانه معلوم عندنا، لا، هذا الصبر يعني إذا كان الأشياء العادية الحسنة بعشر شنو أمثالها، الصبر لا، الصبر أوسع من ذلك. كأنما يقول لك والله يوفى الصبر بغير حساب. أنا كنت أقول لك في الأعمال العادية إنه الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700. إيه؟ هذه كل آية. موضوع الصبر أكبر من ذلك. يقول لك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأجر عندي، فالأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك باب الصوم لأنه يندرج فيه الصوم، يندرج في باب الصبر. قال الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي. فالجزاء عنده سبحانه وتعالى من حيث المقدار، لأنه لا أحد يستطيع أن يعلم ذلك. بارك الله فيك شيخنا. الصبر صبر ساعة، لكن الكلام عنه يحتاج حلقات كثيرة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. شاكرين لكم حسن الاستماع وحسن المشاهدة. نهاية، ألم تعلمي يا سارية بأن بعد اليوم غدا؟ دمتم سالمين.